كان عظيم جدا. ولذلك لما تلحظ مسلك الإمام مالك وهو في الجيل الثالث بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قريب جدا من مسلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاهم المسألة ازاي. فلما يأتي وأحد الناس يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان الدرس، يعني يقول لا ترفع صوتك وينهره. فالرجل يقول له لماذا؟ يقول لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. يقول لكن رسول الله ليس معنا. قال هو معنا، رسول الله حي بسنته وحي في مكانه فلا نرفع صوتنا معه. وعندما يمشي في المدينة، وهذا هو الأمر المهم، عندما يمشي في المدينة كان لا يركب دابة. فلما سئل رضي الله عنه لماذا لا تركب دابة في المدينة؟ قال أخشى أن تطأ الدابة بقدمها موضعا كان يمشي فيه رسول الله وأنا فوقها، يعني كان يمشي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت يا إمام